على الرغم من إنها بدون بيض ولا سكر ولا حليب ولا زبدة ولا هنستخدم خلاط ولا حتى مضرب بيض، ومش محتاجة لأي نوع من أنواع الصوصات. بس إيه الطراوة دي، وخفيفة بشكل مش معقول، ولا الطعم حقيقي يجنن. جربوها على ضمانتي وأنا واثقة إنها هتعجبكم جدا. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنجهزها الصينية. معايا صينية مقاس 24 مغلفاها كويس جدا بورق الزبدة. بالنسبة للمكونات الجافة، كوبايتين إلا ربع من الدقيق نخلته مرة وديت المرة التانية، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج صودا، معلقة كبيرة قرفة، واختياري معلقة صغيرة من الهيل البودر، وهقلب كويس جدا. معايا كمان كوباية إلا ربع من دبس التمر، ودوت اللي هيغنينا عن السكر، بيبقى موجود كده في برطمانات عند السوبر ماركت أو عند العطار. هضيف كمان كوباية إلا ربع من المية السخنة جدا وأقلب كويس قوي. وأنا بقلب هضيف نص كوباية من الزيت، وكده خلاص المكونات السائلة بقت جاهزة. هضيف الدقيق على 3 مرات على المكونات السائلة، وبقلب كويس جدا ما بين كل مرة والتانية لحد ما الدقيق يختفي تماما، ودولت آخر كمية من الدقيق. كده خلاص اتشكل عندي خليط الكيك. اضيف كل كميه خليط الكيك في الصينيه، وبعد كده اسويه كويس جدا. الصينيه هتدخل الفرن درجه حراره 170، وهتقعد بالظبط في الفرن 30 دقيقه. هنسيبها لحد ما تبرد، وبعد كده نشيلها من الصينيه ونشيل من عليها ورق الزبده، وهتلاقوها مظبوطه جدا. وبعد كده نبتدي نقطعها. ديت القطعه اللي في الجنب مظبوطه وطريه، وديت كمان القطعه اللي في النص مستويه جدا ونفس الارتفاع وطريه جدا. مش قادره اوصف لكم خفيفه قد ايه وطريه قد ايه. لازم تجربوها وتقدموها مع فنجان القهوه. بألف هنا وشفا، وباي باي.